ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا بكري واحنا النهارده هنتكلم عن الاب الروحي للتراب، اكتر واحد كاريزما عمل اقوى حفله في 2024 وهو الفنان مروان بابلو. برضو عايز تعملش موديلو انا غريبة كله حاجة جديدة بقى. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب. اول حاجه هنتكلم عن مروان احمد مطاوع اللي هو مروان بابلو بس وهو صغير. اتولد 22 نوفمبر 1995. هو داخل على 30 سنه دلوقتي، الراجل لسه متجوز، يعني ربنا يبارك له ويوفقه في حياته. بدا مروان بابلو باسم داما ملوش تراكات كتير على النت، انا قعدت ادور كتير فشخ بس عرفت ان هم اكتر من 20 تراك، لكن الرقم بتاع التراكات نفسها مش موجوده. اشهر تراكات لداما كان تراك زيبا، المزيكا جاية راب مش جاية وتراك ميدوسا. هتجوز ميدوسا الصراحة شايفها مزة. ومين الوحيد اللي عمل سبورت لداما؟ الوحيد اللي بيعمل سبورت للناس من اول ما يبداوا، وهو ابي يوسف، وعمل تراك معاه اسمه تراك تنح، من دماغي وده كان اول تراك ما بين ابي يوسف وداما. وبعدها داما يفضل ينزل تراكات لحد سنه 2017. بعد 2017 بقول لك ايه، انا هكسر سن ويطلع لي ناب، خلاص انا داما ده انا هلغيه خالص وابدا باسم جديد باسم مروان بابلو في 2018. انت ليه عملت حاجه زي كده؟ وفعلا يظهر عليه ان هو اتطور فشخ وغير من نفسه خالص باسم مروان بابلو، وينزل اول تراك ليه في 2018 هو تراك الغلاف. قصت مرة الاقي نفسي كسرت السن طلع لي ناس. كان بيقول للناس اللي انتوا شفتوه ده مني بس مجرد ايه، حاجه بس من بره، انتوا لسه ما شفتوش مروان بابلو، لسه ما شفتونيش من جوه. هو هيوريهم كتير فشخ، والصراحه فعلا كانت بدايه قويه فشخ مروان بابلو الاب الروحي للتراب. تراك نزل قلب السين كلها، الناس مستغربين ايه اللي مروان بابلو عمله ده، امال فين داما؟ فين اللي كان بيعمله؟ لا انت باين عليك متطور فشخ، سواء بقى بالمزيكا سواء بقى في الكتابه، انت مختلف، فاهم؟ انت فيك حاجه مختلفه. بعدها يوم ايه منزل لهم تراك تاني وهو تراك عايز فين، اعلام كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان. حرفيا علق مع الناس فشخ عشان هو بس التراك كان سهل، كان كاتش كده على الودان. وبعد كده عمل تراك مع ويجز والسادات كان اسمه خلينا اصحاب. التراك ده ما وداش خالص، اللي هو مروان بابلو كان لسه منزل عايز فين وودت وعجبت الناس، بس في نفس الوقت ودى فيتشر كده مش حلو. بعدها بيومين مش عارف، هو كان عنده سرعه انتاج قويه فشخ يعني الفتره دي، يعني هو نزل خلينا اصحاب، بعدها بيومين اما نزل ده على المصلحه. فاكر لما تنافسني هتشوف النور. مروان بابلو اللي حصل عليها مشاكل، وبعدها قال لك ويجز خد فلوس من مروان بابلو وده سبب ان هم اتخانقوا. بعدها ويجز من قريب قال ان هو الكلام ده مش حقيقي وان هو اساسا ما خدش ارباح من التراك ده، بس ما علينا يعني بالقصه دي. هو ودى فيتشرز على طول، وهو كان لسه منزل تراك من اسبوع فودى 3 فيتشرز في اسبوع واحد، اللي هو انت مكن التراكات حرفيا. يلا يا رجل بعد دايره على المصلحه اما نزل تراك عزبه الجامع مع السادات. والصراحه السادات كان بيساعده فشخ، كان بيساعد ويجز وبابلو، بيساعد الاثنين لان السادات ساعتها كان اشهر منهم هما الاثنين، وكان عنده قاعده جماهيريه قويه. ففكره ان هو يعمل تراك معاه، التراك ما وداش قوي، بس في الاول وفي الاخر في ناس هيلف بابلو من عند السادات، وهو مش عايز غير كده، هو كان بيجمع فان بيز بس مش اكتر. وبعد كده يعمل تراك اسمه احلى تور مع او بارز وال 5، والتراك ده ما وداش خالص، كان فيتشر مش احلى حاجه، مش اقوى حاجه خالص. انا كنت ساعتها لسه بادئ اسمع مروان بابلو، انا تقريبا سمعت مروان بابلو من تراك عايز فين، التراك ده ما جاش معايا خالص يعني. وبعد كده بقى ينزل لك بقى التراك اللي الناس كلها على الانستجرام كانت بتودي عليه، هو تراك بواكز. مش هستناك دماغي ما فيهاش غير البواكي. بواكز بقى كل شويه الاقي حد معرفش راح يجيب من ابوه مثلا 200 جنيه ومتصور بيهم يقول لك مش هستناكي دماغي ما فيهاش غير البواكز. ما علينا يعني، المهم يعني ما تعملش كده تاني، نصيحه مني يعني، انا ما عملتش كده الحمد لله، مش عارف انت لو عملت كده يعني. ما علينا. يوم بقى بابلو منزل لك تراك، انا بحب التراك ده فشخ يا جدعان بجد، الفايبس بتاعت التراك كلها تراك فولكلور. موديها كل شويه بتولع كل شويه بتطفي كل شويه ارميها. الكليب بتاعه الصراحه كان مديني فايب، كنت بحس ان فعلا بابلو الرابر الوحيد اللي ممكن اقول عليه كاريزما قدام الكاميرا، عنده حضور كده عشان انت عايز تبقى مكانه مثلا، فاهم قصدي؟ لان هو فعلا كاريزما قدام الكاميرا وكاريزما على الستيج كمان. واحنا كل ده في 2018. نبدا بقى السنه اللي ممكن نقول هي كانت افشخ سنه لبابلو او افشخ سنه للراب سين المصري، وهي سنه 2019. يوم بقى بابلو بادئ لك بايه؟ تراك زي سندباد. صحي النوم نمتش من ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ تراك سندباد ده انا فاكر لما نزل الناس كلها خلاص اعتمدته، ده كل ما سنه جديده تبدا انزل التراك ده الساعه 12 خلاص يا باشا، انا مش هودي غير ده، انا مش هعمل غير ده، هي دي الاغنيه اللي انا هعتمدها خلاص. والتراك الصراحه عجب ناس كتير فشخ. سنة جديدة وانتي لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. التراك كان لذيذ، الفايبس التراك كانت حلوه. صوره مروان بابلو هو قاعد في الجنينه، الكادر اللي كان جاي من فوق عليه ده اللي الناس كلها كانت بتقعد تتصور زيه، فخلاص مروان بابلو بقى بيعمل حاجه الناس تروح تقلده، خلاص الكادر ده بقى بتاع بابلو. فاكر ساعتها كان بيلبس قميص كده لونه احمر في اسود، خلاص كانوا مسمينه قميص مروان بابلو، كانوا بيروحوا يشتروه حرفيا وده اسمه قميص مروان بابلو. والله العظيم كان في اذان
بعد ما نخلص نروح نصلي ونرجع تاني. روح صلي انت كمان، هنعمل بوز ونرجع تاني. يلا بينا نكمل. وقفنا فين؟ عند تراك سندباد. وبعد تراك سندباد كان عامل تراك اسمه بارانويا. الصراحه التراك ده ما جاش معايا خالص، وحاسس ان هو كان فيتشر مش اقوى حاجه بالنسبه لمروان بابلو. بالنسبه اللي انت نزلته ده كله لا، ما كنتش تعمل التراك ده خالص. كان مع رابر اسمه سموذي تقريبا. بعدها قام عامل تراك ابو مكه مع توتي. التراك ده كان حلو الصراحه. مفيش دراما هنا لا، زميلي وريني المادة. التراك ده ودى مع الناس قوي عشان كان ليه علاقه بالكوره، والكليب بتاعه ما كانش مفهوم. مش عارف، راجل قاعد بيتخانق مع مروان بابلو ارفع منه والتاني ضخم فشخ، ومروان بابلو اللي كسب. يعني ما فهمتش ازاي بصراحه، بس تمام يعني هو الكسبان مروان بابلو. يعني انا ما فهمتش، ما علينا. بس بعد كده ينزل لك تراك وش مع ماندو، وهنا الناس كانت مستغربين اللون ده على مروان بابلو فشخ. احلام كتير وقت قليل. شافوا نفس الفايب بتاعت سندباد فحبوا التراك ده قوي، برغم ان مروان بابلو الفيرس بتاعه كان صغير قوي. بس الصراحه التراك ده فعلا كان تحس ان هو تشيلنج فشخ، تحس ان هو هادي، فاهم؟ تسمعه انت بعد كده بقى نيجي بقى للقنبله حرفيا اللي عملت مشكله كبيره فشخ، اللي خلت ناس من بره الصين وجوه الصين يقعدوا يتخانقوا ويقعدوا يقولوا مروان بابلو ايه اللي هو بيعمله ده. وهو تراك الجميزه. كان الناس مش عارفين هو ده ايه، مصنف ايه. تراك كان بالنسبه لهم تراك سهل فشخ، انت عامله يعتبر بكلمه واخد التراك كله. كانت ناس كتير معترضين، شباب بتوع راب سين معترضين، اللي هو انت ليه تعمل حاجه زي كده؟ الناس بتقول لي انت كلماتك ضعيفه. انا كتبت الكلمات الجامده وخلاص عديت المرحله دي. ده قريب للمهرجان اكتر. ده كلمه، فين البارات اللي انت بتكتبها؟ فين الليركس؟ فين انت عامل حاجه سهله؟ والناس اللي بره يقول لك ايه يا عم اللي انتوا بتسمعوه ده. لكن في ناس كان عاجبهم التراك ده ومنهم انا بصراحه التراك ما عجبنيش اول مره سمعته، بس بعد كده عجبني كاتشي كده، فاهمين؟ ودي بصراحه كانت فارقه فشخ في كريم مروان بابلو، لان ناس كتير من بره الصين سمعت تراك الجميزه، وده كان حاجه مفيده فشخ للصين عامه بشكل عام. وبس ساعتها الناس قعدت تقول لا شوفوا بابلو اوفر ريتد، شوفوا الليركس اللي هو كاتبها، شوفوا الحاجات اللي هو بيعملها. برغم ان انا دايما كنت مقتنع ان هو كان ليه نظره، والصراحه نظرته ما خيبتش خالص. وبعد الجميزه يجي يعمل لك التراك اللي انا دايما بحس ان انا في حد بيطاردني وانا بسمعه، وهو تراك كاس. التراك ده مش عارف ليه بيديني فايبس ان انا دايما ورايا حاجه، او دايما مطارد، دايما ان انا ورايا حاجه اجري منها، فاهم حاجه؟ دايما بحس ان في حد بيطاردني، ما اعرفش ليه. انا ما بعملش حاجه اصلا يعني. انا اطيب بكتير فشخ من ان انا اعمل حاجه، بس انا مش فاهم هو مديني الفايبس دي. بعد كده يعمل تراك كده ايه خفيف اسمه تراك سكانيا. التراك ده ما وداش غير لما مروان بابلو اعتزل، وما وداش قوي عامه، بس جاب ارقام عشان الناس خلاص كانوا قاعدين بيسمعوا كل التراكات بشكل مستمر. متخيل ان هو كان منزل مثلا على الشانل 12 13 تراك، فانت قاعد حرفيا ترجع تسمعهم كل شويه. ويجي بقى الحاجه اللي هي فرقت فعلا مع السين بشكل عام، مع مروان بابلو بشكل خاص، وهو سايفر المعادي. دماغ شغاله مش بتنام. استنى ويه motherfucker understand. شارعنا ساعات فيه بلوكات، ما تلاقيش هنا بستان، تحت الارض هنا بركان، قسم وشك كله بمواس. بابلو في الحقيقه سجان. سايفر المعادي ممكن ما اتشهرش منه حاجات كتير قوي، بس اللي اتشهر منه فعلا الفيرس بتاع بابلو اللي كان في كل حته اتعمل عليه ميمز، الناس كتير كانت بتقعد تقلده، طلع فتره ترندنج على تيك توك بالذات. كمان بابلو بعد ما اتشهر اللي هو يقعد يقول لك ده بديل مروان بابلو. الناس اللي كانوا شبه مروان بابلو على تيك توك كانوا بيعملوا حركات السايفر بالظبط. هو كان ليه ستايل كده معين، مش عارف امثله لكم بصراحه، بس كان بيقعد يعمل حاجات كده. دماغ شغاله مش بتنام. مش عارف يعني، ما علينا. حاسس عبيط قوي بس مش مشكله. السايفر ده فعلا فرق بشكل عام مع السين. الناس ما كانوش عارفين مين الراجل اللي قاعد بيعمل الحركات الغريبه دي، لا يعني هو كمان كان كاريزما قدام الكاميرا، فقشطه. البيرس بتاعه اتشهر فشخ وودى فشخ في كل حته، وكان طالع ترندنج فتره. وبعد كده يقوم منزل جيب فلوس، وده تاني تراك يعمله مع مولوتوف، اللي هو الناس عجبهم الجميزه وصوت الجدل اللي حصلت هناك، ومنزلين بقى ايه تراك بجد التراك ده حلو فشخ. هو تراك جيب فلوس. زميلي جيب فلوس راح تنشغل انا مالبوس. كان في سكيلز لمروان بابلو، صوت مروان بابلو مختلف، في المزيكا بتاعت مولوتوف كمان مختلف، عشان كده انا دايما معتبر الاثنين دول حلو فشخ. ينزل تراك هو افتر بارتي، التراك الرسمي للعيد. اي عيد النهارده الليله عيد، كنسل كل المواعيد خلاص. النهارده الليله عيد، كنسل كل المواعيد، ولع فيهم زي الويد. احنا كل ده في 2019 لحد ما يجي بقى ايه كليب اللي غير حاجات كتير فشخ، وهو كليب فري. زي النهر عاد خافين في الالام يا ناس، اسمها ايه فيها بكيتو فاني. احسن كليب في السين ساعتها، ممكن كان احسن كليب بالمزيكا عامه. الكليب ده كان بجد مش طبيعي، ومروان بابلو ما كانش طبيعي في الكليب، كان قدام الكاميرا حاجه تانية خالص. التراك نفسه كان حلو فشخ، وكان مساعده كمان. انا شايف ان التراك ده غير حاجات كتير فشخ، ما كانش حد عمل حاجه زي كده قبل كده، عشان كده الناس حبت ده فشخ. تخيل يعمل لك فري وتبقى هتايه بالشكل ده، وبعدها بشهر يعتزل. يعني دي كانت اخر حاجه لمروان بابلو في 2019، وكانت يا جدعان هتايه، اللي هو كان كله منبهر اللي مروان بابلو عمله ده، اللي هو انت فعلا عملت
حاجه محدش عملها قبل كده. وبعدها يبدا 2020 ينزل لك تراك ميري ما وداش قوي زي فريك، مش عارف هو احبط ولا ايه، يقوم عامل تراك اللي هو التراك بتاع الاعلام بتاع مع ابي يوسف. مش هتحصلني ما بخافش سايبها الرب. والاعلان ده ودى الى حد ما الناس حبت فشخ، بس جمهور الراب برضه هو اللي كان عارف ده، او جمهور الراب هو اللي كان حابب ده. بس ده كان اول اعلان يعتبر للراب سين يظهر في مصر على التلفزيون، ودي حاجه مفرحانا كلنا يعني. خلاص السين بدا يطلع من ان هو يبقى اندر جراوند، فاهمين؟ فخلاص انت بتطلع هو عامل هتات وبتاع، فجاه تقوم معتزل ليه؟ يعني انا مش فاهم ليه. اللي هو عشان نفسيتي وعشان صحتي النفسيه وما تدمرش من جوه، ما اتحرقش، فاهم؟ لسه في حاجات كتير عايزه تتعمل. بس هو قال ان هو بيتوب لربنا حاليا وكان عنده مشاكل ودي حاجات شخصيه، فخلاص الناس المفروض تقدر ده. بعدها فضل بقى حوار بابلو راجع ده يعني لازق في دماغي. انا كنت ساعتها فيسبوك يوزر حرفيا، كان الميمز بتاعت مروان بابلو مثلا واحد يقول ايه، حد بيتكلم عن نهايه العالم يقول لا يا عم ده بابلو راجع، يعني كان بالنسبه لهم نهايه العالم مربوطه ببابلو اللي هي حاجه عمرها ما تحصل. ما كنتش فاهم الصراحه يعني، انا لدرجه من كتر ما الناس كانت بتقعد تكتب كده في الكومنتس انا شكيت ان هو مستحيل يرجع تاني. بعدها الناس بقى كانت حرفيا بتشوف كل حته اي حد بيشوفه يتصور معاه، وكان بقى الناس تقعد تكتب تات كامله يقعد يقول لك يا جماعه انا شفت مروان بابلو النهارده، سالته راجع ولا لا، قال لي لا. حد متصور معايا يا جدعان، الناس تقعد في الكومنتات قفشت فين، انت بتساله هيرجع ولا لا؟ اللي هو خلاص يا جدعان يعني الراجل حر خلاص، الراجل شايف ان دي حياته خاصه. سلام عليك يا برو، شد حيلك كده. حد فيكم شاف رد فعل امينيم على اعتزال مروان بابلو؟ حد فيكم شاف الفيديو؟ انا عامه قعدت ادور لحد ما جبت، استنى اوريه لكم. انا اسف على اللي عملته ده عامه. المهم يعني بس فضل معتزل فتره لحد ما فجاه لقينا مولوتوف بينزل تراك مع مروان بابلو. ايه ده، هو بابلو رجع؟ لا ده مولوتوف نزل تراك ما بينهم اسمه ديناميت. التراك ده ودى فشخ، غالبا ده كان اكتر تراك جاب عند مولوتوف في الشانل بتاعته، وكان ساعتها جاب اكتر من تراكات بابلو اللي نازله عنده. التراك ده كان جاب مثلا بتاع 9 مليون او 10 مليون حاجه كده، كان جايب رقم كبير فشخ. الناس كانت بتشتمه من ناحيه والناس الثانيه قاعدين يقولوا مولوتوف كمل في اللي انت بتعمله بالله عليك، لو عندك تراكات تاني سربها. ما كانش احسن حاجه يعني، ما كانش بروفيشنال خالص ان انت تعمل حاجه زي كده. بس بابلو نزل ستوري وقال ان هو ما رجعش ولا حاجه، وان هو ملوش علاقه بالتراك اللي نزل ده، بس كده يعني. الرؤية هباء كله مفيش حساب. بعدها بفتره يتسرب فيديو لمروان بابلو راجع وهو حالق. انا فاكر الفيديو ده كان متصور بالجنب كده، وكان فيديو اتسرب على تيك توك وفايرال في كل حته، اللي هو ايه ده بابلو هيرجع بجد. انا شكيت الكليب ده من حاجه قديمه، بس شكل مروان بابلو شكله غير بابلو بتاع زمان، فكنت مستغرب بصراحه لحد ما فعلا ينزل كليب غابه اللي اول ما نزل اليوتيوب علق بجد. كلامكم كله نسيل الشفق، اول ما جيت حلت البركه. اول مره اشوف اليوتيوب يعلق بالشكل ده، او مفيش فيوز. انا مهما رفرش مفيش فيوز بتزيد، مفيش اي حاجه، لان اليوتيوب ما كانش عارف يعمل بروسيس من كتر ما الناس كلها داخلين يشوفوا الكليب، والناس اللي بتشوفه اكتر من مره. انا فاكر اصلا اليوم ده انا فضلت قاعد مشغل مروان بابلو، دخلت نمت، كان ورايا امتحان تاني يوم، سبت مروان بابلو شغال التسبورت وعملت لايك وكومنت من كل تليفونات البيت. كنت مبسوط بقى يا جدعان بابلو رجع بجد، اللي انا ما كنتش مستوعب اصلا ان هو رجع خلاص، اللي هو ازاي اصلا ازاي، انا ما كنتش متخيل ان انت هترجع بجد تاني. يوم ما نزل لك غابه وبعدها ينزل لك بقيه الاي بي بعدها باسبوع، كان فيها اتاري، واتاري ده كان تراك قديم سرب له فيرس، بعدها قام مغير التراك عمله بطريقه تانية، وبعدها قام مرجعه تاني وهو مزود عليه الفيرس. القصه كده محدش فاهمها. كان في تراك كنترول والحب فين قشطه يعني، الاي بي كان لذيذ، بس الناس ما جاش معاهم غير غابه وكنترول اكتر حاجه، وبعدها بدا الحب فين يفايرال واحده واحده. تراكات قشطه يعني ودت، الناس كانت مبسوطه فشخ ان مروان بابلو رجع. الناس كانوا حرفيا جعانين، فاهمين؟ اللي هو نفسي في مروان بابلو يا جدعان، نفسي اسمعه بس اسمعه. اول ما جه خلاص بقى يعني ودي يا باشا. ده بقى فضل مروان بابلو فتره كده ما ينزلش تراكات تقريبا 9 شهور، فالناس خافت اللي هو انت هتعتزل تاني ولا ايه يا فنان، خلاص بقى احنا تعبنا. لا هو كان اكتف على الاكونت عادي، بس هم كانوا قلقانين عامه لحد ما عمل اعلان مع فودافون متقسم من 3 شخصيات، الفا وجوست وفليم. على الاطلاق بينادوني يقولوا لي ما بتطربناش بس تنفع تبقى طلع الاعلان ده ما وداش عشان الناس ما كانوش عايزين ده من مروان بابلو. احنا عايزين تراكات مش اعلانات، مش عايزين حاجه كوميرشال، احنا عايزين حاجه ارتستيك زي اللي انت بتعملها، او عايزين حاجات بستايلك انت مش حاجات مطلوبه منك. عشان دايما الاعلانات بيطلب منك تاسكات مثلا او حاجات بتعملها، انت بتعملها بطريقتك بس انت بتعمل الحاجه اللي هم عايزينها برضه، فاهمين؟ يختفي فتره ويرجع بقى بكليب بوم، كليب غريب كان ستايله فيه روش فشخ، هو كليب بربري سيء الالماني لا بالي كلكع وسلككم كان مع هادي معمر. صح التراك ده لا، الجاكيت بتاع مروان بابلو الاحمر ده كان بالنسبه للناس حاجه ايكونيك فشخ. حرفيا كل ما مروان بابلو يعمل حاجه الناس تقول لك خلاص ده جاكيت مروان بابلو، ده قميص مروان بابلو، من كتر ما هو بيظهر بشكل غير مألوف بالنسبه للناس، فاهمين؟ بصراحه كان شكله جامد فشخ، والكليب عامه والتراك لا هو كان فعلا رجوعه كان قوي. لو فضل فتره ما ينزلش بس هو كان شغال على نفسه يعني، بيرجع بكواليتي قويه فشخ. كان بيقول بقى في التراك ان هو مش شايف حد وسايق الالماني، وطبعا احنا كنا عارفين الكلام ده كان رايح
رايح على مين، بس هم دلوقتي اتصالحوا فانا مش هقول. بعدها بفتره ينزل تراك بر بر مع ابو الانوار. على صوص بابري لو جات في ستايل انا اكيد بفري. الناس حبت التراك ده فشخ، بس كانوا متضايقين اللي هو احنا عايزينك كمان تعمل مع ابي يوسف، اللي هو اعمل مع ابو الانوار واعمل مع ابي يوسف، احنا عايزين نشوفك تعمل تراك مع ابي يوسف. اللي هو انت ازاي لحد دلوقتي، انت من ساعه لما كنت داما ما عملتش تراك مع ابي يوسف ازاي يعني، وانت بابلو ما عملتش تراك مع ابي يوسف. يغيب فتره وينزل تراك راكور اللي ما عجبش الناس وما عجبنيش انا بشكل شخصي. ده اللي كان نفسي فيه، ده اللي كان نفسي فيه. غير دلوقتي يعني انا خد معايا فتره كبيره فشخ عشان يعجبني بصراحه، ما كانش جاي معايا. اللي كان عاجبني بصراحه الارت ورك وعامل كده. عامه ده الارت ورك بتاع راكور بس بشكل مختلف شويه. وايه رايكم يا جماعه في الحاجات الجديده النهارده دي؟ معانا اخواتي بس مروان بابلو هنا هحطه لوحده، في كل واحد هنعمل فيديو هنحطه لوحده. بعد تراك راكور مولوتوف اتخانق مع بابلو لما نزل له حين ميسر، اللي هو كمل بقى ونزل كل التراكات اللي عندك. فالناس كانوا مستغربين فشخ، بس تقول له لا كمل يا مولوتوف احنا بنسبورتك، ونص تقعد تشتم فيه. طب خلاص يا جدعان يعني مش عارف بصراحه. بس هو ساعتها بقى حصل سايكابه فشخ، وهما الاثنين كانوا قاعدين ينكشوا بعض في ستوريز لحد ما في الاخر المشكله اتحلت. قشطه الدنيا عدت. في مشاكل والناس قالوا خلاص مستحيل مولوتوف ومروان بابلو يعملوا تراكات مع بعض. بعدها يقوم عامل تراك مروان بابلو مع نانسي عجرم وحسن الشافعي، تراك هو عايشها بعافيه. صراحه الفيرس بتاعه كان روش. معاكم بابلو واحدة انتصار لكن بتوكسيني ظبط الميكس بتاع نانسي عجرم مع مروان بابلو. لا هما الناس كانوا بيسمعوا ده لوحده وده لوحده، الفيرس ده لوحده واقطع الفيرس ده لوحده، يودي فيتشر تاني مع كايروكي تراك تارانتينو. والتراك ده ما عجبش الناس خالص، ما عجبش الناس خالص، بس هو كان تراك معمول عشان حفله كايروكي. ان هو مروان بابلو يطلع معاهم، لانه كان طلع معاهم في 2019. ما عجبش الناس الصراحه التراك، ما كانش فيه الفايبس اللي هي ما كانوش ده المتوقعينه من الفيتشر ما بين كايروكي ومروان بابلو. بعدها بكام شهر اختفى مروان بابلو، يرجع بقى بستايله الجديد بقى، يرجع بكليب اجرا مع زاندر جوست. والصراحه التراك ده كان جامد فشخ، بس الناس ما كانتش تعرف زاندر جوست ساعتها. زميلي سيرها تجيلي عارف نفسي البرودكشن بتاع الكليب كان فشيخ، التراك كان حلو، فيرس مروان بابلو كان حلو، التريتمنت عامه بتاع الكليب مع التراك الاثنين كانوا الاثنين تحس ان هم لا الاثنين بيرفكت. كان مروان بابلو قاعد بيودي فيتشرز بره، هو ما بينزلش تراكات عنده خالص. حتى اجرا ده كان نازل عند زندر جوست. يرجع بقى بالتراك الناس كلها قالوا لك خلاص مروان بابلو بتاع 2019 رجع، هو تراك ليليا من انتاج مهيمن. البيت ده مش طبيعي، التراك ده مش طبيعي. احنا فعلا حسينا الفايبس بتاعت مروان بابلو القديم، اللي هو اخيرا مروان بابلو رجع. حتى كانت الكومنتس دايما اللي بتتقال قال لك ده بابلو بتاع 2019. يعني لو دخلت على التراك على اليوتيوب هتلاقي الناس كلها كاتبين ده بابلو 2019، ده مش بابلو الجديد خالص. واحرق بيها دمي ادوب في البنت السمرة ام طرحه بامبي. لو كان اجرا ستايله مختلف، لا هو رجع بالزمن كده وايه، ونفس طريقه الكتابه نفس الستايل. الصراحه كان جامد فشخ، الناس حبوا التراك ده قوي عشان كده. وما كانش التراكات اللي شبه التراكات الموجوده اللي هو كله قاعد بيفليكس وخلاص، لا هو كان فعلا تراك فيه فكره. بعد كده يشارك في كليب راجعين اللي هو الكليب اللي كان بيدعم القضيه. مروان بابلو كان مع مروان موسى في الكليب ده، وغالبا هم من ساعتها هم متصالحين. سامحنا يا رحيم اننا عاجزين، عمره ما كان تطبيع، شفنا السفاحين. وده اللي خلاهم يعملوا حفله من قريب. بس الكليب ده هو كان سبب في ان هم يتجمعوا عامه. وبعد كده يختفي بابلو فتره كبيره فشخ، الناس كلها افتكروا بابلو هيعتزل تاني، كانوا خايفين او قلقانين. بس بابلو كان دايما بيدعم القضيه وبيقول لك ان هو مش عايز ينزل تراكات غير لما القضيه تتحل او يحصل حاجه تغيير، يعني يحصل تغيير، لان الدنيا ساعتها ما كانتش احسن حاجه، وشايف اخواته بيموتوا في نفس الوقت مش هينزل تراكات. يعني بصراحه دي حاجه احترمها فيه فشخ، لانه فعلا بابلو من ساعتها كان بيدعم القضيه. المهم بعدها يتسرب له الالبوم اللي هو اخر قطعه فنيه، يتسرب له كواليتي على التليجرام وعلى البلاتفورمز الموجوده عامه. كل الناس سمعت الالبوم ما كانوش فاهمين بقى خلاص بابلو ما بيعملش الحركه دي، حركه ماركتنج. هو فضل فتره كبيره فشخ والناس فقدت الامل ان هو ينزل. بدأ اما نزل كل التراكات دي بقى بعد ما اتعمل لها ميكس وماستر وكلها هاي كواليتي كده غير الحاجات اللي هم سمعوها، فحسوا بالفرق. الناس كانوا حرفيا كاتبين في الكومنتات لما تروح تسمع التراك تاني على اليوتيوب بعد ما سمعت المتسرب، فانت تحس بقى ان انت راجل ابن ناس. الكومنتات دي كرنج قوي بس حبيت اقول يعني الالبوم ده كان نزل بعد فتره كبيره، يعني نزل تقريبا بعد 8-9 شهور. كل الفتره دي من ايام ليليا انت كده ما نزلتش حاجه، كل ده عشان هو كان شايف ان هو ما ينفعش ينزل تراكات في الوقت ده. الالبوم ده كان جامد فشخ. بعد ما نزل بقى البوم اخر قطعه فنيه، الارت ورك اهو، التراكات عامه كانت قويه فشخ. هو بقى ليليا، هو حط ليليا تاني في تراك المبدا، التراكات كانت حلوه فشخ. في تراك دي وبصراحه مش كل الالبوم جاب ارقام اللي هي، بس في تراكات فايرال مثلا زي تراك ما طفتش، لكن الالبوم ما جابش الارقام اللي الناس متوقعاها، لان الناس كانت سمعت ده قبل كده فاهم. بس هو كان ساعتها نزل ليليا ريماسترد، فكان برضو فيه حاجه مختلفه. وبعدها يغيب فتره ويرجع بقى بكليب المبدا اللي هو كان نازل في اخر قطعه فنيه. والصراحه الكليب كان بيوصف قد ايه مروان بابلو فعلا داعم للقضيه، حتى بالمزيكا اللي هو بيعملها. كانوا بيدعوا ما نقوموش بس
حيشوفوه. وكان واضح فشخ من الكليب، يعني روحوا اتفرجوا عليه لو ما اتفرجتوش عليه. لا هو واضح ان مروان بابلو عامل الكليب ده عشان قضيه. والصراحه الكليب ده اول ما نزل الناس ما كانوش فاهمين حاجه، يعني غير الناس اللي كانوا متابعين مروان بابلو ساعتها كان بيبوست ايه على انستجرام. فالموضوع كان بالنسبه لهم فاهم اللي هو انت بني ادم كويس فشخ، انت فاهم، انت قدوه فعلا، انت مش مجرد فاهم شخص مشهور وخلاص، لا انت فعلا تستاهل تبقى قدوه. فتره ينزل بقى بابلو تراك انا ما عجبنيش بشكل شخصي، لان حاسس ان صوت مروان بابلو ده مش اللي انا عايز اسمعه، مش ده مروان بابلو اللي انا بسمعه من زمان. هو تراك الاربع بحس ان صوته فيه مش هو. في فانز مروان بابلو اللي هم التوكسيك اللي مقتنعين ان مروان بابلو لو عمل اي حاجه هتبقى جامده فشخ، دول مالناش دعوه بيه. وانا بتكلم عن رايي وعن راي الفانز اللي هم المحايدين. انا كنت شايف ان التراك ده مش مروان بابلو، حتى معظم الناس ما عجبهاش التراك ده ونزل ما جابش الارقام المتوقعه، لان الصراحه مش ده مروان بابلو اللي احنا بنسمعه. بس بعد كده مش عارف التراك ده جه معايا ازاي حسيت ان انا قدام نفسي مش مفهوم اللي هو ما كان يعجبك من الاول اللي انت بتعمله ده. يقوم منزل لك حاجه من المستقبل، حاجه جايه من المستقبل، اي بي بلو بيم اللي كان فيه ديجافو. هل مروان بابلو هو نفس مروان طوع؟ دلوقتي اللي اختشوا ماتوا. اصوات مختلفه عن اصوات مروان بابلو. كليب كان جاي من المستقبل، شفنا السايبر تراك اللي احنا ما بنشوفهاش اساسا في الطبيعي شفناها عند مروان بابلو. حتى السايبر تراك بقت عربيه مروان بابلو بقى، القميص والجاكيت الاحمر، القميص الاحمر في اسود، الجاكيت الاحمر، حد بيتصور من فوق وهو في جنينه بتقلب مروان بابلو. مش عارف اقول ايه بجد، خلاص هتسيب لنا ايه طيب؟ يعني ادينا فرصه. احب من مكاني ده ادي ريسبكت لابانوب رمسيس على الكليب ده. الصراحه الكليبات اللي بعد كده كمان ليه نظره حلوه فشخ، بيعرف يعمل من التراك كليب قوي فشخ يتشاف. انا عامه اي تراك بسمعه بتفرج على الكليب مره واحده، الا كليبات ابانوب فنان بتفرج عليه اكتر من مره. يعني بونو ده مثلا انا شفته كتير، احنا لسه ما جيناش لبونو بس انا عامه شفته كتير. ديجافو شفته كتير فشخ. فلا الصراحه ريسبكت جامد فشخ. بعدها بقى يحصل حاجه ما كانتش منطقيه بالنسبه لي، وهي مروان بابلو يتجمع مع مولوتوف تاني في ريد بول صالونات وعملوا تراك ابعد مدى. ابعد مدى علينا المزيكا وما حدش اشتكى. اللي هو ريد بول حرفيا عملت الحاجه اللي احنا قلنا مستحيل هتحصل تاني بعد التسريبات، سواء حين ميسره او ديناميت. ريد بول عملت الحاجه المستحيله والتراك طلع حلو فشخ. وده كان اول حلقه من ريد بول صالونات والناس كانوا مبسوطين فشخ، اللي هو مروان بابلو رجع مع مولوتوف تاني. ساعتها كان الموضوع جامد فشخ. وكمان كاتب بار ان هما الاثنين سبب الحريقه، اللي هو سبب حريقه السين. ريد بول عملوا الحاجه اللي مستحيل كان حد يتوقعها، وفعلا التراك كان حلو. بعدها ب3 4 شهور نسمع ان في تراك ما بين مروان بابلو وابي يوسف اسمه سماك ذات، تسرب منه حاجه. الناس قالوا ايه ده، في تراك ما بين مروان بابلو وابي يوسف. ما كانش عاجبهم التراك، ما اعرفش ازاي، بس كانوا مبسوطين اللي هو اخيرا هنسمع حاجه لمروان بابلو وابي يوسف، اتنين كبار فشخ في السين، فحاجه بالنسبه لهم حاجه قويه فشخ. التراك ما نزلش، معنى ان هو اتلغى. طب اتلغى ليه يا جماعه؟ قال لك عشان اتسرب. طب التسريب ده جاي من عند مين؟ ما حدش يعرف. بس كان نفسنا نسمع التراك يا جماعه، احنا كنا سامعينه له كويس، عايزين نسمع التراك بجد. فاجئنا باي بي حب وكاشات 5 تراكات ما بين مروان بابلو وابي يوسف. عندي بالي عمرها ما تبقى معاه. احنا كنا عايزين تراك واحد 5 تراكات. انا اليوم ده اصلا قعدت اسمع الاي بي كله مثلا، انا مش مستوعب هو بجد مروان بابلو عامل 5 تراكات مع ابي يوسف. مش فاهم بصراحه، بس كنت مبسوط فشخ الصراحه. بحب تراك ما تمشيش قوي. انا عارف التراك كارما هو اللي كان مفايرل ساعتها، بركنكم واحد انا البالي قلت لكم ساري انا مش سالي وماني. بس انا تراك ما تمشيش ده انا شايف ان ده احلى تراك في الاي بي كله. انا شايف ان التراك ده بجد بيرفكت 10 على 10. برده من التراكات اللي كانت حلوه في الالبوم ده تراك ديفا، وفي تراك توتو. انا كده قلت لكم 5 تراكات. توتو انا الانترو ما فيش سين without me، مفيش سين without me, this is facts. ده ابي يوسف عنده حق الصراحه، مفيش سين من غير ابي يوسف. ابي يوسف هو اللي فضل مكمل وقت ما كانش في حد بيكمل، الجيل بتاعه كله وقف، هو الوحيد اللي فضل مكمل. فالصراحه مفيش سين من غير ابي يوسف. وبعدها بابلو يريح شهر كام اسبوع ويقوم هوب عامل اجمد حفله في 2024 ان ما كانتش اجمد حفله في تاريخ السين لحد دلوقتي، وهي ريد بول سيمفونيك اللي طلع فيها زاندر جوست. ابي يوسف الاوركسترا كان صوتها حلو فشخ. صوت الجمهور يا جدعان كان يعني صوت الجمهور كان اعلى من صوت بابلو من كتر ما هم متحمسين فشخ. هيسلموا عليك فيها. انا رحت حرفيا الحفله دي، لقيت كل الناس اللي اعرفهم في حياتي هناك، صحابي من الجامعه، صحابي من المدرسه، صحابي من المزيكا، صحابي الدكاتره. والله العظيم بجد الدكاتره، انا دكتور يا جماعه علاج طبيعي تمام، قابلت الدكاتره كلهم هناك. فاهم انا مش فاهم انا فين، حاسس ان انا في المالتي فيرس. انا حاسس ان انا مش هنا خالص. انا مش عارف انا ايه اللي جاب دول مع دول مع دول مع دول مع دول. بس كنت مبسوط فشخ بفايبس الحفله كانت حلوه فشخ. والفيديوهات اللي طلعت من الحفله زي مثلا فيديو كارما، حاجه بجد عالميه. فيش بيس فيش هارد فيش بيس عايز اسمع دوشه عاليه الابيض.
انا شفت فيديوهات كتير عاملين رياكشن على الفيديو ده بالذات. اتمنى الحفله دي تتكرر تاني، ونفسي بجد حفله تتعمل لابي يوسف بالشكل ده، لان انا سمعته في تراكين ما تمشيش وكارما كان لايق عليه الموضوع فشخ. فانا نفسي بصراحه ان هو يعمل حاجه زي كده، ونفسي برضه تتعمل لليجاسي. انا حاسس ان الثلاثه دول اكتر ناس لايق عليهم الموضوع. برضه شهاب نفس الكلام. نفسي ريد بول سيمفونيك يدوا فرصه لاكتر من ارتست. انا مش عارف هيعملوها ازاي، لو ينفع اصلا يعملوا حاجه زي كده، بس بصراحه شايف انها تبقى حلوه فشخ. بعد كده يريح بابلو بقى، خلاص انا عملت اجمد حفله. يبدا بقى السين يسخن، مش عارف ويجز يفضل ينكش. بعدها منزل تراك ريج راب، بعدها منزل اي بي، ومن بابلو منزله سنيبت على الانستجرام برضو من تراك ريج راب، ومنزل هو كمان اي بي كله كليبات ريج راب من فروج ابانوب رمسيس. يا سلام بجد، انا مش بأفور، بس فعلا انا بحب كليبات ابانوب قوي. الكليبات كانت حلوه فشخ بقى، سواء بونو، اورا، غنيمه. روح بيتي في لندن كان كنت نشرب سمي فرانك ضايقهم مش درجان فبنزل لهم درجان ما تشخصنهاش قلبنا حبة موازين نايمناهم بنوين ماشي معانا بونو. لا الكليبات الصراحه كانت حلوه فشخ، والتراكات كمان كانت حلوه. الاي بي بتاع ويجز ما جابش ارقام قوي، الاي بي بتاع بابلو جاب ارقام عشان الناس بتقول ان بابلو عملها احسن. انا كنت شايف فعلا ان بابلو عملها احسن، او الالبوم بتاع ويجز ما جاش قوي مع الناس زي الاي بي بتاع بابلو. بابلو حرفيا نزل اول تراك، تاني يوم نزل التراك التاني. الناس ما كانوش متخيلين ان هو اي بي 4 تراكات. بس عامه الواحد كان مبسوط من الحاجات اللي حصلت دي في السين اخر فتره، مبسوط من الكليبات اللي شافها، مبسوط من الكواليتي اللي طالعه من عندنا. حتى بالمنافسه ما بين بابلو وويجز بقت بشكل تاني، فاهم، بستايل مزيكا مختلف تماما عن التراب اللي هم كانوا بيعملوه. نفسي نفضل مستمرين على كده، نفسي السين بقى يفضل يسخن كده. ايه، نفسي الناس دي كلها تنزل، نفسي الراجل ده ينزل. بعد اذنك، بعد اذنك، لو شفت الفيديو ده بعد اذنك نزل. كفايه، انا مستنيك بقالي كتير قوي. بعد اذنكم يا جماعه نزلوا، عشان انا انا حاسس ان انا سخنت دلوقتي، السين كله يسخن. بس يا جدعان، النهارده كنا بنتكلم عن قصه مروان بابلو، او ممكن نقول مين هو مروان بابلو، او ازاي مروان احمد مطوع بقى مروان بابلو. اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عايزين اعمل نفس الفيديو على رابر تاني. وبس كده يا جدعان، كان معاكم بكر. مروان بابلو